لما بتكتب google.com في البراوزر بتاعك، ايه اللي بيحصل بالظبط قبل ما الصفحة تفتح؟ والسبب في كده هو الدي ان اس. الانترنت ما بيفهمش الاسماء، بيفهم بس الاي بي ادريسز. يعني لو كتبت facebook.com او google.com بالنسبة للانترنت لازم يتحولوا لارقام، وهنا يجي دور الدي ان اس، وده اختصار لدومين نيم سيستم، وده نقدر نقول عليه دليل التليفونات بتاع النت. 4 خطوات بقى بيحصلوا بالظبط لما بنكتب اسم موقع معين. أول حاجة، الجهاز بيدور الأول في الدي ان اس كاش، يعني هل أنا سألت عن الموقع ده من فترة قريبة ولا لا. تاني حاجة، لو مش موجود أصلا بيبعت سؤال للدي ان اس سيرفر، وده غالبا جاي من حاجتين، يا إما من الراوتر أو من شركة الإنترنت. الخطوة الثالثة، الدي ان اس سيرفر بيرد ويقول اسم الموقع ده الاي بي بتاعه كذا. نيجي لاخر خطوة، وهو الجهاز بيبدأ ينشئ اتصال بشكل فعلي مع السيرفر عن طريق الاي بي مش الهوست نيم. كده الدي ان اس دوره انتهى، هو مش بيحمل الصفحة، هو بس بيديك العنوان. الدي ان اس بقى بيشتغل على يو دي بي بورت 53 علشان هو سريع، وعلشان ان هو مش محتاج عمليات اتصال طويلة، وممكن يشتغل على التي سي بي، ولكن في حاجة اسمها الزون ترانسفير. ومن غير دي ان اس الانترنت هيبقى ارقام ومستحيل ان احنا نستخدمه.